جملة من المشاكل عاشتها كرة القدم الإماراتية في الآونة الأخيرة، خاصة على صعيد المنتخب الوطني الذي تراجعت نتائجه دون أي مبرر. وكما هي العادة، كان المدرب هو الضحية بعدما أعلن مهدي علي استقالته من تدريب المنتخب الإماراتي بعد الخسارة أمام أستراليا هناك في سيدني. نتمنى أن يكون المدرب القادم يحقق أهداف الشارع المحلي ويحقق أهداف الجماهير اللي كانت خلف المنتخب بوطنيته وبروحها العالية، وكانت تأمل تحقيق نتائج إيجابية كبيرة في تصفيات كأس العالم. لكن نحن نتمنى أن يكون المدرب القادم يحقق أهداف الشارع المحلي. المدرب الجديد المواصفات حددت العديد من المواصفات في المدرب الجديد: أن يكون صاحب تجربة عالية وصاحب خبرات كبيرة، مدرب لديه شغف في البطولات، لديه تحدي، لديه القدرة على تفجير طاقات اللاعبين، لديه سياسة جديدة في خلق نوع من الانضباط والجدية في أوساط اللاعبين، يعمل على خلق توليفة جيدة من العناصر، يقوم باكتشاف مواهب جديدة، إتاحة الفرصة للعديد من اللاعبين المتميزين للمشاركة مع المنتخب. حتى هذه اللحظة ما زال الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يبحث عن البديل المناسب للمرحلة القادمة وفق الشروط والإمكانيات المتاحة والمعطيات الموجودة على أرض الواقع، والتكهنات ما زالت تطفو على السطح حول هوية الاسم المرتقب القادم لتولي قيادة المنتخب الإماراتي. المرحلة الحالية اللي بمر فيها منتخب الإمارات، أعتقد الصفة الأساسية اللي لازم يتمتع فيها المدرب يكون على معرفة بلاعبي الإمارات ولاعبي الخليج بشكل عام، وعلى قدرة أنه يفهم طريقة التعامل مع اللاعب الخليجي بشكل عام وطريقة التعامل مع اللاعب الإماراتي، ويكون عنده خبرة في هذا الجانب حتى أنه يستطيع أنه ما يواجه صعوبة وما يحتاج وقت طويل حتى ينسجم مع المنتخب الإماراتي ولاعبي المنتخب الإماراتي، وحتى يكون بسرعة يستطيع أن يلملم شمل المنتخب ويصعد به إلى تصاعد بشكل في تصفيات كأس العالم. ومع كل هذا وذاك ما زال السؤال المطروح والذي يعتبر حديث الشارع الرياضي الإماراتي: متى بدأت المشكلة حتى وصل المنتخب إلى ما وصل إليه؟ هل أثناء معسكر الأردن أو بعد لقاء فلسطين أو لربما بعد لقاء السعودية في التصفيات الآسيوية؟ وفاء سقار، بي إن سبورتس، دبي.